السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايين بفيديو قوي جدا وجميل جدا ومتعب شوية صغننين، يا ريت كل التعب يبقى زي الفيديو الجامد ده. عامة انا بحب المشتريات جدا، ومتهيألي كل الستات جدا بتحب المشتريات جدا 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 عشان جدا مضايقة عبدالله. النهاردة اشترينا حبة حاجات كده من السوبر ماركت. جبنا لحمة مفرومة عاملة 200 جنيه، دول عاملين 100 جنيه، ده نص كيلو. هي اللحمه بتاعتهم والله هي مستورده، بس هي نظيفه وجميله، جربناها كذا مره بصراحه. ده نص كيلو. اول حاجه ان انا هشيله بس عشان ما يفكش مني في الفريزر. ونكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا بقى نشوف المشتريات اللي جبناها وبالاسعار كمان. هنبتدي من اول اليمين، ربنا يجعلنا دايما من اهل اليمين. اول حاجه معانا كزبره ب60 جنيه كيلو، دول ب11 جنيه. سمسم ابيض ده مش متحمص، سعره 135 جنيه، دول ب20 جنيه. شوفان بقى للناس اللي بتضخم، الناس اللي بتعمل رياضة، كيلو ب50 جنيه. اهو ده شكله. بتعمل منه كمان بانكيك، وبتعمل منه عيش، وبتعمل منه حاجات كتير جدا. دي ابيض بقى الجميل بتاعنا عشان نعمل كيكة باذن الله، ب19 جنيه الكيلو. ده تقريبا كيلو، بس دي جميل وممتاز. فلفل اسود سعره 400 جنيه، عاملين دول 51 جنيه، حوالي طن. بصوا فلفل نضيف جميل خالص. الكمون بقى قريب الفلفل عامل 250 جنيه. شو الفرق؟ ده 400 جنيه وده 250 جنيه، يعني الفلفل اغلى بكتير جدا من الكمون، فعشان كده جبنا ب23 جنيه بس. وعامة الفلفل عليه استخدام اكتر من الكمون، وكل واحد بقى حسب استخدامه. او كزبرة تاني برضو ب10 جنيه. ودقيق بتاع البسبوسة الكيلو عامل 26 جنيه، دول ب14 جنيه، حوالي نص. اللوبيا والفاصوليا البيضة، نعمل مقارنة كده في الأسعار. الفاصوليا البيضة ب60، واللوبيا يعتبر ب60 زيها. دول عاملين 30 جنيه، ودول عاملين 32 جنيه. هي بس فرق الموازين، لكن هما نفس السعر. عدس بجبة ب46 جنيه، والعدس الأصفر برضو لا أغلى، هنا ب46، هنا ب50 جنيه. ده حوالي نص وده حوالي نص، دول عاملين 25، دول عاملين 23. يعني العدس الأصفر أغلى من العدس بجبة. فول مدشوش عامل 40 جنيه، دول ب20 جنيه، حوالي نص، هو تقريبا نص. زنجبيل أو جنزبيل زي ما بتقولوا عامل 223 جنيه كيلو، دول عاملين 18 جنيه. على فكرة السوبر ماركت أسعار رخيصة جدا على العطار. لو حابين تعرفوا السوبر ماركت اسمه ايه اكتبولي في الكومنتات واكتب لكم اسمه. كاكاو سادة وزن اقصد خام، عامل يعني تقريبا 200 جنيه، دول ب47 جنيه. لبن بودرة ممتاز اللبن ده، جربته كذا مرة، ده عامل 290 جنيه الحبة، دول عاملين 68 جنيه. احنا قلنا اللوبيا والفاصوليا البابريكا 150، دول عاملين 12 جنيه. كده احنا خدنا الحاجات دي. كده الجبنة دومتي دي كيلو ما شاء الله، يعني عملت 83، بس دي فيتا العادي، لكن في اطعم تانية، يعني لو حابين تجيبوا اطعم تانية، في اسطنبولي، في رومي، في حاجات تانية كتير، بسطرمة. خل ابيض ده عامل 14 جنيه. مناديل جيب دول 10 عاملين 15 جنيه. عامة حتى هي لو مش بتوفر، كفاية ان هي موجودة في البيت، بس هي اكيد مش بتوفر عن بره، لان الكيس بره ب3 جنيه، صح؟ فلو قلنا 6 9 12 15، يبقى في 2 هدايا. بس انا والله يعني في دماغي ان هي حتى لو ما بتوفرش، كفايه ان هي تكون موجوده في البيت، تنفع في اي وقت. صابونه الاربعه دول عاملين 60 جنيه، الواحده ب15. طبعا الصابونه دي غنيه عن التعريف، ريحتها تحفه تحفه تحفه.
وزيت ست البيت. انا عجبني جدا. على فكره هو ب63، بس عجبني جدا عشان نضيف، ولقيته بصراحه مجرور، يعني ناس كتير واخده منه، فانا جبت 2. وعلبه سمنه روابي دي عامله 155. في روابي قشطه دي جميله، وفي روابي العاديه. ومعانا كمان بسم الله الرحمن الرحيم ده قمح اللي هو بتاع البليله، عاشوره الكلام دوت. فده يعمل 23 جنيه كيلو، ده كيلو. مكرونه المطبخ دي غنيه عن التعريف، انا متهيألي ان انا صورتها كذا مره معاكم، جميله جدا. الكيس المفروض ان هو ب11، بس هو في العرض ب10 جنيه. فيعني دول بس اللي انا جبتهم. مكرونه السايبه الكيلو ب22 جنيه. دي مكرونه صغيره ودي شعريه، ده كيلو ده كيلو، 22 جنيه نفس السعر. ومعانا بقى بطل المطبخ بتاعنا النهارده، مناديل فاني، مناديل المطبخ. في بقى انواع كتير جدا، زينة، في انواع كتير جدا، وفي كمان عدد مختلف عن كده، يعني في الباكت فيه 6، الباكت فيه 4، وفي ب70 جنيه وفي ب100 جنيه وكده. بس انا حبيت دي تبقى خفيفة كده، ظريفة لطيفة، فدي تحفة. معانا بقى الرز الجميل ده، انا اول مرة اجيبه الصراحة، بس قارنته مع كذا رز لقيت يعني الكسر فيه بسيط خالص. وبالنسبة لأسعارهم هم 26 28 30، لكن الغلبان المسكين ده عامل 24 جنيه، فلقيته كويس والله. وبرضه مجرور زي الزيت. الحاجة اللي بتبقى مجرورة مش عشان رخيصة والله، في حاجات بتبقى رخيصة بس لسه يعني نازلة جديدة، فيعني بيرخصوا سعرها. يعني ده ممكن المرة الجاية لما اروح السوبر ماركت الاقيه ب30 جنيه زي الرز التاني. فانا حسيته النهارده جديد ومجرور. وبصوا الرزاية بتاعته يعني حلوة، مفيش كسر، بسيط خالص، وسعر ممتاز، يعني ب24 جنيه. دلوقتي الاسعار كلها 26 28. هي مش فارقة كتير، يعني 2-3 جنيه مش هتفرق كتير. فدي المشتريات اللي جبناها النهاردة، ويا رب المشتريات النهاردة تعجبكم. ولو حابين نعمل فيديوهات مشتريات تاني ان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات كتير جدا. في حاجة كمان نسيت اوريها لكم، بصوا بقى السمبوسة التحفة دي ما شاء الله، بصوا كمية قد ايه، 35 جنيه. دي بقى مش من السوبر ماركت، لان السوبر ماركت بيبقى البسبوسة السمبوسة بتبقى مجمدة، فدي فريش من عند الفطاطري. وكمان الجلاش ب16 جنيه. انا مش عارفة بصراحة اللي في السوبر ماركت بكام، بس انا متعودة ان انا اجيبهم كده، يعني فريش كده ويكونوا حلوين. يا رب لو فيديو النهاردة عجبكم بقى، ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. واقول لكم مع السلامة، استنونا في فيديوهات جديدة.